المؤمن قلبه مطمئن، قلبه ساكن، لا يبتلى بالاضطراب، لا يبتلى بالكآبة، لا يبتلى بالخوف، دائما قلب المؤمن في طمأنينة، والطمأنينة منشأ سعادة الإنسان، طمأنينة النفس. ليش؟ لأن المؤمن على ذكر من الله عز وجل، والباري عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى مقدار ذكر المؤمن تكون سعادته. إذا كان المؤمن دائم الذكر للباري عز وجل سعادته ملازمة له، أصلا سعادته تصير سجية بالنسبة إليه. وإذا كان المؤمن متقطع في ذكره، أحيانا يذكر وأحيانا لا يذكر، في مورد الذكر يطمئن، في مورد عدم الذكر يبتلى بالمشاكل. إذن الذكر إلى مدخلية، الذكر كعمل والفكر كعقيدة بالتوحيد لهما علاقة مباشرة في سعادة الإنسان. فالذين يتشاءمون عليهم أن يلتفتوا هذه الأفكار التي يحملونها شنو نوعها؟ هي سبب التشاؤم. اللي يعيش مشاكل نفسية، اللي يعيش أزمات قلبية، أزمات اجتماعية، لازم يلتفت إلى نفسه أولا، شنو هي الأفكار التي أحملها وما هي الأعمال التي أعملها. فبعض الناس هم اللي يجيبون التشاؤم لأنفسهم بأعمالهم. لذلك وارد في الروايات الشريفة: لا شؤم كشؤم اللسان. الرواية النبوية الشريفة: لا شؤم كشؤم اللسان. شؤم اللسان هذا البذاءة في اللسان، الإنسان اللي لسانه بذيء، كلماته بذيئة، عباراته بذيئة، هذا من دواعي الشؤم. من دواعي الشؤم سوء الخلق، اللي أخلاقه سيئة، هذا من دواعي شؤمه. ومن دواعي الشؤم النظرة السلبية إلى الأمور. في أناس ينظر إلى الأمور من الجهة المظلمة لا من الجهة المشرقة. إذا يستشير أحد يسلط الضوء على المشاكل دون الفوائد. إذا طلب نصيحة من أحد يثبط عزيمته عنه. ليش؟ أن طبعه هكذا، ينظر إلى الأمور نظرة متشائمة للأمور، ينظر إلى الآخرين نظرة متشائمة، ينظر إلى الحياة نظرة متشائمة، حياته سوداوية. منو سوى حياته سوداوية؟ هو. هذا الفكر الذي يحمله أوصله إلى هذه النتيجة. بعكس المؤمن لا يعيش اضطرابا في القلب، لا يعيش قلقا في النفس، دائما مرتاح البال وآمن ومطمئن. أقرأ لكم رواية تعلمنا هذه الرواية شلون الإنسان يكون سعيد في نفسه ويوجب السعادة لداره أيضا وإلى الآخرين، لأهله وإلى الآخرين. الرواية في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له حد ينتهي إليه. فإذا تكون على ذكر الله عز وجل دائما، أنت دائما سعيد.